السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. فيديو جديد وفيديو حلو تبارك الله. النهاردة بقى هنربي بقى الفراخ البيضة العسل دي. وطبعا اللي متابع معايا في الفيديوهات عارف فراخي دي عمر 11 يوم بإذنك يا رب. النهاردة اليوم ال11 وأنا ببدأ بنزل، أعوذ بالله من كلمة أنا ببدأ أنزل معاكم من الفرخ بالتدريج وأقول لكم ده عمر كام وده عمر كام بما يرضي الله. طبعا أنا قبل ما أدخل كده في الفيديو كومنت يا جماعة ولايك ومن غير ميزان ولا أي حاجة. الفراخ بتتكلم عن نفسها تمام أهو. فإن شاء الله بإذن الله ده العمر 11 يوم. ده ديك يا جماعة عشان بس أوريكم الفرق يعني. بصوا ده دي المهم قبل ما أدخل كده في الفيديو كومنت يا جماعة ولايك ودنيتي. كومنت ولايك يا جماعة ونشوف ونصلي على النبي ونصلي على الرسول ونقول لكم ايه. الفراخ دي تاكل ايه وكده وحاجات نوعية اللي عملته وكل حاجة بالتدريج ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا جيتوا معايا لقيتوا ريحتيهم مية، بس انا بدأت بعد اليوم ال11 او المفروض ال15 تبدأي تجوعي الفراخ. كل ما تجوعيها اكتر وتشيل منها العلف كل ما بتبقى ليها قابلية وبتبقى تتباع ل35 يوم تمام. في الاول بقى انا معليه الارضيه اهو. انا عاملاها على المطبخ زي ما انتوا طبعا عارفين، حاطه في المطبخ لان هو كبر. بصوا هبدا معاكم برضو بالصفر، يا رب معاكم وانزل فيديوهات كل يوم. بصوا دول بلاطين اهو، حطهم فوق بعض. طبعا في الوقت ده العمر ال11 حط خلطات طول ما في اسهالات، مفيش اسهالات عندي اهو. نبدا بقى نحط خلطات ونبدا نعلي الاكل وندي ايه ونجوع الفراخ. مش لوحده الكلام ده تمام. دلوقتي احنا العياشة الأكالة اهي جبتها اهو، مكتوب عليها 55 جنيه يا جماعة تبارك الله. طبعا أنا مجوعة الفراخ تمام وإيه. ونبدأ بقى إيه تبارك الله بسم الله ما شاء الله. أنا ببهت بقى عشان عايزة أوزان حلوة. 3 كيلو ال35 يبقى اتنين وربع 2 ونص. أنا عايزة 3 كيلو 3 ونص. هنبدأ إن شاء الله على 40. هزودهم 5 أيام من عندي كمان ونشوف بقى إيه بسم الله تبارك الله. طبعا الفراخ بتاعتنا أهي، اللهم صل على النبي. دي في الوقت ده ببدأ إن أنا أرفع إيه الأكل عنهم. ببدأ إن أنا أرفع الأكل عن الطيور بتاعتي أهو كده. أرفع إيه العلافة. في ستات خالص أنا عايزة ليه برفع العلافة؟ أنا عشان عايزة الفرخ يرفع الرقبة بتاعته، الفرخ يشد معايا شوية تمام. في ستات كل يوم كل 3 أيام أبدأ إن أنا أرفع لحد ما يبقى كده يعني فوق ده الصح كده. بصوا كده. عايزة أقولكم على حاجة. العمر ده يا جماعة لازم تجوعيه تمام وترفعي العلاف. يعني دي بقى من حركات أو خطوات التربية الصحيحة إن أنا أبدأ إيه أرفع العلاف. الفرخ ما يوطيش كده. أنا زي ما قلت لكم الفرخ عايزاه يبقى كده. إزاي معرفش يعلي رقبته الفرخ ويشد زي ما انت شايفة معانا كده. ده الصح تمام. ودي بقى الخطوات اللي نبدأ بقى نربي بيها الفراخ. وخطوات مش هتلاقي حد يقولك الخطوات دي غير عندي وبس تمام. ده عمر 11 يوم تبارك الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن شاء الله بإذن الله أنا معاكم أول بأول لحد عمر 40 تمام. لحد عمر 40 وهنبدأ نجيب إيه شوية كمان، مش هنبطل الحاجة دي. واللي عايز جنبي هنا ومحتاج ياخد في أبيع له فراخ يعني دبحه كده مفيش مشكلة. بيبقى عندي فيه 3 4 فرخات 2 3 بالكتير زيادة تمام. وابدا اجيب الدوره اللي بعد منها وبرضو ابدا ايه مفيش مشكله ابدا اوزع. بس يا ريت قبل ما كده اكتبوا لي كومنت بقى كده ان انت عايزه تكون قريبه مني. وطبعا حبايبي في ارمانتا طبعا بيطلبوا مني وكده، فانا ببدا اديهم الحاجه حاجه نظيفه، حاجه في البيت، حاجه مربياها. مش حاجه كده وخلاص، لا الحاجه من البيت والحاجه بربيها. يا رب كده يكون عجبك الفيديو وكومنت ولايك من عندك مع قناة نوعاتي مع طيوري في بيتي ومنوراني ومشرفاني. وإن شاء الله العمر ال11 بإذن الله بإذن الله بإذن الله. منتظرين فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.